السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. قبل ما نبدا بغيتك توقف شويه وتجاوبني على واحد السؤال: واش تقدر تشري العقار اليوم في المغرب وانت مرتاح بلا ما تبقى خايف يجيو يهدموا لك ويمحيو لك كلشي؟ لان الواقع اللي كنعيشوه اليوم ما بقاش هو الواقع ديال البارح. المغرب كيدخل اكبر تغيير عمراني وتنموي في التاريخ ديالو، وهذا الشيء كيبدل قواعد اللعبه كامله. البلاد غاديه بسرعه ما كانش من قبل، استعدادات لكاس العالم 2030 ومشاريع ضخمه ديال البنيه التحتيه، توسعات حضاريه واعاده الهيكله المدن، تشديد غير مسبوق على البناء العشوائي والملك العمومي. وغادي يكونوا ضحايا الاف الناس اللي طاحوا في مشاكل الهدم ونزع الملكيه لانهم ما عرفوش فين ما خاصش يشريو. اليوم غادي نقول لك كلشي. كاينين 3 المناطق خطيره بزاف ممنوع تقرب ليها الا لا قلبتي كلشي ورديتي البال مزيان، وغادي نعطيك نصائح اللي تحميك باش ما تكونش انت هو الضحيه الجايه. هذا الفيديو مهم بزاف لاي واحد من الجاليه او داخل المغرب ناوي يستثمر. نبداو على بركه الله. اول حاجه، فين كان الخطر الحقيقي؟ الخطر الاول العقارات اللي داخلين في الملك العمومي البحري. هنا غادي نهضروا على اخطر منطقه ممكن تشري فيها هاد السنوات، المناطق الساحليه اللي ولات تحت المراقبه ديال الدوله 24 ساعه على 24، خصوصا بعد ما بدات الحمله تحرير الملك البحري في اخر 2025. علاش الدوله مركزه عليه؟ لانه من اغلى الاوعيه العقاريه في البلاد، لان المغرب كيبغي يهيئ الشريط الساحلي للمشاريع السياحيه الفاخره، ولان البناء العشوائي شوه المنظر العام لسنوات. شكون هما المناطق اللي تضربوا بزاف؟ ضربوا عزه، الولفه، ومناطق الساحليه قريبه من كازا. المناطق في الشمال والجنوب كانت الغابه وعمرات عشوائيا. الا كنتي شاري شي كابانو ولا شي بناء فوق الرخصه قديمه ولا منزل بعقد عرفي ولا شي فيلا غير محفظه او اي بناء داخل 100 متر من الشاطئ، راه خاصك تعرف باللي الهدم يمكن يجي في اي لحظه وبلا حتى تعويض، لان الملك العمومي ما كيتباعش وما كيتفوتش وما كيدوش بالتقادم. وجرافات كتجي وكتاخذ الارض وترجع للدوله بلا تردد. الدولة كتعطي رسائل واضحة: الساحل خاص يرجع نقي والمشاريع العشوائية سالات. الخطر الثاني، مسارات القطار فائق السرعة وتوسيع الشبكات الطرقية. المغرب داخل في السباق مع الوقت باش يكمل تي جي في اللي غادي تربط الدار البيضاء، مراكش، اكادير، وزيد عليها طرق جديدة، طرق سريعة وممرات وتوسعات حضارية. المشكل هو التالي: الا كان العقار ديالك داخل في المسار اللي الدولة راسمه غادي تحيد لك. الدولة اليوم ما بقاش كتردد، خصوصا من المشاريع ولات عندها اجال دولية. المناطق اكثر خطورة المحاور بين كازا ومراكش، وبين مراكش واكادير، والطرق المدارية ديال المدن الكبرى وفي الضواحي الجديدة. والمصيبه الكبرى، الجاليه اللي ما كتحضرش لجلسات اللجنه ديال التعويض الا ما كانش عندك وكيل قانوني كيحط الفلوس في السي دي جي، ومن ترجع ممكن تبقى سنين باش تاخذ حقك. قبل ما تشري في هذه المحاور سول الوكاله الحضاريه واش كاين مشروع الطريق سكه ولا طريق مداري جديد، حيث الاستثمار اللي مبني على نستنى التعويض ما بقاش خدام نهائيا. الخطر الثالث، احياء القصب والمدن العتيقه والمشاريع الحضاريه الضخمه. الدولة اليوم باغا دير ثورة حضارية في المدن، الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وطنجة. الهدف تنقية المدن والتأهيل ديالها، إزالة البنايات الهشة وتحويل المراكز إلى فضاءات حديثة. أكبر مثال اليوم مشروع المحج الملكي في الدار البيضاء بميزانية 2 مليار درهم، والمستهدف آلاف المباني القديمة، والرابط بين ساحة محمد الخامس والمسجد حسن الثاني. أي عقار في هذا المسار احتمال نزع الملكية مرتفع بزاف. حتى في فاس كاين الهدم يومي للبنايات اللي كتهدد السلامة، وزيد عليها أي منطقة ممنوع فيها البناء نهائيا. إلا شريتي أرض وبنيتي فيها وهي أصلا غير صالحة للبناء فالدولة كتعتبرك مخالف كبير، والهدم غادي يجيك بدون تأخير. كيفاش تحمي راسك قبل ما تشري؟ اولا دير تدقيق عقاري فوري، تحفيظ ونشوف واش كاين شي مخالفات. ثانيا المهندس الطوبوغرافي هو اللي كيحدد الحدود الحقيقيه باش ما تدخلش في الملك ديال الغير. ثالثا تجنب المناطق الحمراء، الساحل، المحج الملكي، محيط الملاعب، مسارات الطرق ومسارات السكك. رابعا بالنسبه للجاليه كاين واحد السر: الا درتي وكاله اوروبا او امريكا ومررتيها بابوستيل كتقبل مباشره في المغرب بلا قنصليه وبلا انتظار. المغرب اليوم داخل في مرحله جديده ما كتشبه حتى واحد من السنوات اللي دازت. الدوله كتنظم وكدير اعاده الهيكله وكتخدم بالزربه باش توصل للمستوى العالمي في العقار والبنيه التحتيه، ولكن وسط هاد السرعه كاين اللي كيربح وكاين اللي كيضيع. باش تكون من الناس اللي غادي يربحوا خاصك تمشي بالمعلومه ماشي بالعشوائيه وبالنصيحه الصحيحه. ماشي قال لي واحد صاحبي. نتمنى نكونوا عطينا صوره كامله وبوضوح. الا كنتي ناوي تشري العقار في المغرب شارك هذا الفيديو مع اي واحد كيهم الموضوع باش ما يطيحش في الفخ اللي يطيحوا فيه الاف الناس. تهلاو في راسكم، وان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده مع نصائح ادق واعمق. مع السلامه.